مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله يا رب كلياتكم تكونوا بخير. اليوم رح نعمل مخلل اللفت مع الزهرة والملفوف. يعني هاي طريقة المخلل اجمالا، والمقادير كلياتها بتنفع لجميع انواع المخلل. طبعا رح نحصل على لون حلو كتير للمخلل بدون اي صبغات صناعية او مكونات صناعية. وكمان هاي العيارات اذا استخدمتوا لمخلل الخيار، الفليفله، لاي نوع مخلل رح تحصلوا على مخلل يقعد معكم طوال السنة ويضايم بدون ما يرتخي او يصير له اي شيء. لحتى نعرف طريقة المخلل خلونا نسوي نتابع الفيديو. كيليان لفت غسلناها منيح، رح نقيم الراس من فوق ومن تحت ونقيم اي نقط فيها مضروبة لراس اللفت، ورح نقطع اللفت بالطريقة اللي بنحبها. طبعا ما بنقشر اللفت لانه القشرة رح تضمن انه اللفت يضاين معنا وما يرتخي مع الوقت، يعني رح تحفظه. بعد ما قطعنا كل كميات اللفت رح نحطهم بمصفاية ونضيف عليهم كمشة كبيرة ملح خشن لحتى تنزل كل المي. رح نتركه بالملح الخشن والمصفاية 24 ساعة كاملة لحتى ينزل كل المي منه، لانه اذا ما نزلت المي منه رح يطف معنا لانه اللفت بنزل مي. بعد 24 ساعة وما نزل المخلل معنا اللفت يعني كل ميته، هاي المي اللي ضلوا يعني ندفئ. انا كبيت مي اكتر طبعا. رح نحط بقطرميز كم سنتوم ونبلش بصف اللفت، وحطيت انا مع اللفت زهرة وملفوف. طبعا فيكم انتو تفوروا على الزهرة والملفوف وفيكم تحطوه مثل ما هي، انا بحبه بيقرش فحطيتها مثل ما هي. راح كون مقشرة للشمندر وحط بين الملفوف والزهرة واللفت قطع شمندر. هلا فينا نقول لكل قطرميز كبير يعني بيسع كيلو مخلل بدنا نحط راس ونص شمندر لحتى يعطي لون حلو كتير. هلا رح نرتب الزهرة واللفت بالتدريج. يعني انا حطيت ملفوف احمر، فيكم تستخدموا الملفوف الابيض، بس الملفوف الاحمر رح يعطي لون يعني كمان مع الشمندر يساعد، فهالشي بيرجع لكم. بعد ما رتبنا الملفوف وكل شي نحنا رح نبلش هلا نحضر المي والملح اللي بدها تنحط للمخلل. هلا عندي انا كاسة صغيرة كتير، يعني رح احط خل، بعدين رح احط معلقة صغيرة سكر ورشة حمض الليمون، ونبلش بتحضير الملح والمي. لكل كاسة مي كبيرة رح نحط معلقة ملح ونحركها ونحطها فوق المخلل بعد 5 ايام تقريبا رح يكون معنا جاهز للاكل. المخلل رح يقعد سنة كاملة معنا بدون ما يصير له اي شي، بدون ما يرتخي، طعمته طيبة كتير. وان شاء الله تكون عجبكم الفيديو لليوم. شكرا كتير لمتابعتكم.